وبكده نكون خلصنا التلت الأول من مسلسل أشغال شقة جدا وبعد أول 5 حلقات. فهل بنفس مستوى الموسم الأول ولا أقل منه؟ الحقيقة إن ده من أمتع مسلسلات موسم رمضان السنة دي، وقدر لغاية دلوقتي يستثمر نجاح الموسم الأول. وعجبني جدا إن مدة الحلقة بتوصل ل45 دقيقة، وبتبقى مليانة أحداث ومواقف كوميدية تهلك من الضحك. والسر في كده هما هشام ماجد ومصطفى غريب، كيمستري اكتر من رائعة. مشاهدهم مع بعض هي الاروع في المسلسل بدون نقاش. وعلشان كده انا في رأيي ان افضل حلقات المسلسل اللي هما التالتة والرابعة لغاية دلوقتي كانت بسبب مواقفهم مع بعض. اسماء جلال جيدة، لكن لغاية دلوقتي ادائها ما فيهوش تطور كبير عن الموسم الاول. شيرين عجباني جدا، احمد عبد الوهاب رائع. ولكن بالنسبة للشغالات اللي كانوا نقطة قوة مهمة جدا في أحداث الموسم الأول، للأسف من الناحية دي ما أقدرش أقول إن أنا شفت أفضل حاجة لغاية دلوقتي. يعني كان عندنا تقديم لشخصية مدينة اللي كانت في أول حلقتين، كانت الصراحة جيدة جدا وكانت بتضحك. ولكن بعد كده لما جت ناهد السباعي وحاليا دلوقتي معانا دنيا ماهر، ما اقدرش اقول انهم سيئين، ولكن ما طلعش الضحك اللي كان متوقع. وعلى الرغم ان انا بقول ان التالتة والرابعة اللي كان فيهم ناهد السباعي وكانت قايمة بدور جزء مهم من الحلقة مع اسماء جلال لما اتحبسوا بسبب المخدرات، انا في رأيي ده ما كانش اقوى جانب في الحلقتين. انا بالنسبة لي الجانب اللي كان افضل في التالتة والرابعة كان اللي يخص فدوى عابد، من خلال ان هشام ماجد ومصطفى غريب بيحاولوا يحددوا نسب الولد اللي هي هتخلفه. دي بكل تأكيد كانت كرييتيف وما حصلتش وبتضحك قوي. ولكن انا في رأيي لما نيجي نقارنها بالحاجات اللي بتحصل للشغالات، لا الشغالات اقل بكتير. ولكن بكل تأكيد انا مكمل المسلسل.